في قرية صغيرة على أطراف الجبل كان في بيت قديم معروف باسم بيت الحاجة مبروكة. محدش في البلد كان بيقرب منه بعد المغرب لأنهم بيقولوا إن في حاجة مش طبيعية بتحصل جواه. الحاجة مبروكة كانت ست عجوزة عايشة لوحدها من سنين بعد ما أولادها اختفوا واحد ورا التاني. كانت الناس بتشوف دخان طالع من بيتها طول الليل، وريحة البخور الغريبة كانت بتبقى مالية الجو. في يوم قرر شاب من القرية اسمه سعيد إنه يكشف سر البيت، وقال لنفسه أكيد كل دي خرافات. قرب من بيت وسمع صوتها جاي من جوه، بس صوت خشن وبيقول كلام مش مفهوم وكأنها بتكلم حد مش شايفاه. بص من الشباك وشاف منظر جمد الدم في عروقه. الحاجة مبروكة كانت قاعدة قدام حلة كبيرة قوي جواها مية بتغلي، وجواها وشوش بني آدمين بتتحرك وسط المية. كانت بتقلب بالعصاية وهي بتضحك بصوت مرعب وتقول اللي يدخل بيت مبروكة عمره ما يخرج تاني. سعيد حاول يهرب لكن رجله تقلت، حس بخنقة، ولما بص وراه شاف ظلها واقف وراه وعيونها منورة في الضلمة. ومن ساعتها محدش شاف سعيد تاني. ولما الناس دخلت تدور عليه لقوا الحلة الكبيرة بتغلي ووجوه وش جديدة بتصرخ من جواه. هل البيت ده لسه موجود؟ في ناس بتقول انهم لسه بيسمعوا ضحك ست عجوزة جاية من جوه البيت. لو عجبتك الحكاية اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى الفيديوهات اللي جاية.